مساء الخير. مرحبا بك. سافا لاباس؟ عايشك؟ تفضل. مرحبا بك سي ابراهيم، مبروك مرة أخرى إعادة انتخابك على رأس آفاق تونس. إن شاء الله تكون مرحلة مكلة بالنجاح بالتوفيق لما فيه خير للبلاد. هو مين ده؟ أنا عارفة يا ابني. باهي، من الملفات اللي تحكي عليها احنا الحقيقة باش ناخذوا ربط مباشر. سي المعز حاج منصور معنا في ربط مباشر، يتحدث على انه عنده ملفات. احنا نستغلوا فرصة. سي معز حاج منصور، سي معز حاج منصور هو ناشط حقوقي، هو استاذ، هو موجود معنا، ما نعرفش اذا كان تعرفوا بالصورة. مرحبا بك سي المعز، مساء الخير. معنا في المباشر على الوطنية. مرحبا بك. مرحبا بك اخت فاتن ومشكوره على الدعوه. مرحبا بك. محضنا سي ياسين ابراهيم، انت يبدو انه عندك بعض المعطيات حول قضايا فساد في فتره وزاره سي ياسين. اذا كان عندك ملفات تنجم تقدمها لنا بحضور سي ياسين في وزاره التنميه والتعاون. اي خلينا معناها انت توا جبت محقق باش يحكي مع وزير سابق. مش محقق، هو عنده دوسي. خلينا نسمعوا. المبدا انت توا تحب تقدم دوسي للراي العام في التلفزه بالمباشر في وزاره كنت انا نقوم بها هكا في التلفزه. معناها تنجم انت تجاوب وتقول لنا صحيح ولا مش صحيح؟ لا، هذا ما نقبلوش. علاش؟ على خاطر مش هكا يصير. علاش ما نسمعوش؟ لا سلام، ما نقبلوش. مانيش انا جاي هوني كوزير سابق باش انسان يجي يحكي على قضايا في وسط الوزاره اللي انا قود فيها قدام الراي العام وانا نجاوبه. ماكش محكمه. لا انا مانيش محكمه، ما قلتلكش انا محكمه. انا قلت لك نجموا انا مانيش قابل هذا ومانيش قابل، وهذا اللي هالك البلاد. بارك الله فيك. انت توا جبت محقق باش يحكي مع وزير سابق. مش محقق، هو عنده دوسي. خلينا نسمعوا. المبدا انت توا تحب تقدم دوسي للراي العام في التلفزه بالمباشر في وزاره كنت انا نقوم بها هكا في التلفزه. معناها تنجم انت تجاوب وتقول لنا صحيح ولا مش صحيح؟ لا، هذا ما نقبلوش. علاش؟ على خاطر مش هكا يصير. علاش ما نسمعوش؟ لا سلام، ما نقبلوش. مانيش انا جاي هوني كوزير سابق باش انسان يجي يحكي على قضايا في وسط الوزاره اللي انا قود فيها قدام الراي العام وانا نجاوبه. ماكش محكمه. لا انا مانيش محكمه، ما قلتلكش انا محكمه. انا قلت لك نجموا نسمعوا. قابل هذا ومانيش قابل، وهذا اللي هالك البلاد. بارك الله فيك. مرحبا بك. ميرسي بوكو سي ياسين، يعطيك الصحة. تفضل. شكرا. لا لا بأس. يخرب عقلك، انت مسخره.